ينقل جزء ويترك جزء، هذا التدليس. يقولون إذا أردنا أن نفتح باب التدليس يقع فيه البخاري وغيره. طيب التدليس في الأمور، أنت تقصد قناة مستقلة وتقصد هذا الخزاعي اللي جابوه ما يعرف شيء واتصالك التليفوني فيه، لعل الإخوان ما يعرفون. أصل الموضوع في قناة المستقلة معروف، الشيخ محمد الخزاعي يقيم في لندن ويشارك في قناة المستقلة. هذا يريدون هم شخص يتكلم يرفض ظلامة الزهراء سلام الله عليها ويمدح بفلان وفلان وبني أمية. إجاهم الشيخ محمد الخزاعي شاركوا فما عجبهم، لأنه يشارك مدة طويلة فما جاءوا به. دوروا على واحد فتكب نسخة صورة من الخزاعي اسمه الخزاعي، وجدوا شخصا ما عنده لا معلومات دينية ولا غيره اسمه الخزاعي. هذا الخزاعي الذي جاءوا به هو ناشئ شيعي بالاسم، واتصل به صاحب غرفة الغدير هذا الأخ السيد موسى، وأنا سمعت تسجيل اتصاله به. اتصل به قال له عثمان الخميس يقول أن الزهراء أخطأت وهي مقصرة في كلامها في خصومتها لأبي بكر. قال عن عثمان الخميس عن أبوه لا أب لكذا وكذا، سبه شتمه. شيء آخر أيضا شتمه. فإذن هو الذين ضيفوه وجاءوا به. عثمان الخميس عالم عند محمد الهاشمي وهو يأمره لأنه موقعه عند الذين ينفقون على محمد الهاشمي أكثر، موقعه قوي. فهذا صار مؤزمة لهذا الخزاعي أنه سب بعض مشايخهم وأتكلم بكلمات أخرى أيضا شديدة. فهو أخذ يعتذر حتى يظل ممشي خبزته، يعتذر بأنه سووا في مقلب، وهو ليس مقلب، ليس مقلب. هو هكذا أفضل إذا كان شجاعا أن يقول نعم أنا تكلمت هكذا ولا أنا أتكلم هكذا. وهو يريد يمدح عمر، يقول عمر طوله مترين وكان شقاوة يعني شرير قاطع طريق. هو جاءوا به ليمدح ذاك اللي يقول أنه أبو بكر كمدير الشركة، يعني إدارة زين يريد يقول مدير شركة مساهمة قراشية. أخي الكريم، وأما عن ما يشتمون به وكلامهم، نعم كلامك ملاحظتك الأخيرة مهمة، ويا ليت الذين يشتمون يتكلمون قالوا القنوات الشيعية تطعن في الصحابة، القنوات الشيعية الغوث يا قرضاوي يا عالم يا سيد القائد يا مراجع الشيعة، الغوث القنوات الشيعية تطعن في الصحابة. إذا أنت رجل أكاديمي قل أن القناة الفلانية قالت عن الصحابي الفلاني كذا وكذا، وهذا طعن، ووثق كلامك. لكن مشكلته مثل بني أمية يسوون تهويل، يستعملون التهويل وما يقولون ما قال الخصم. الحمد لله سمعت اتصالا لشخص اتصل بي قال له ماذا تقول لمحمد هاشمي، ماذا تقول؟ أنا أسمع القنوات الشيعية وما رأيت فيها طعن، فيها نقد، هذا طبيعي، الصحابة غير منزهين، نقد علمي أو تاريخي. أحد المشاهدين صكه في فمه، لكن ما يحسون هؤلاء الذين يتهموننا بتهمة فليقولوا قال كذا وكذا وهذا توثيقه.